السكينه والمحرجه ديت يقول لك في عندي الاصوات دي اما مجهوره او مهموسه. وفي صوت ثالث لا مجهور ولا مهموس. عندي الاصوات عندي اما اصوات مجهوره او اصوات مهموسه، وفي عندي صوت اسمه لا مجهور ولا مهموس. دي هي انواع الاصوات الساكنه. لا الاصوات عامه الصوت اما مجهور. يعني ايه مجهور؟ يعني يحدث اهتزاز في الثنايا الصوتيه، الوترين الصوتيين او الثنايا الصوتيه يحصل لهم اهتزاز يحدث، اللي هو اسمه رنين. ان الصوت ده بيبقى ليه رنين، صوت مسموع. صوت المجهور هو الصوت الذي يحدث اهتزاز للثنايا الصوتية وبه رنين. الأحوال الصوتية اللي هما الصوتين دول بيهتزوا جامد. خلاص؟ الصوت المهموس هي الأصوات التي لا يحدث اهتزاز للثنايا الصوتية وتعتمد على الإدراك السمعي مع للنفس. تاني، الصوت المهموس ده صوت لا يحدث اهتزاز في الثنايا الصوتية أو الأحبال الصوتية. ويحدث إيه؟ الصوت اللي بتسمعه ده عن طريق الإدراك السمعي للنفس أثناء إخراج الصوت. الإدراك السمعي للنفس أثناء إخراج مين؟ الصوت. يعني إيه؟ يعني الأصوات دي هي دي اللي أنت بيبقى فيه الطفل عنده مشكلة في إن هو مش عارف يميز ما بين الصوت المهموس والصوت المجهور، فتلاقيه يقول. واحنا قلنا مثلا حط ايدك كده لو سمحت هنا، يلا. مهموس ليه؟ مفيش اي اهتزاز لمين؟ للثنايا الصوتيه. واحنا عملنا ايه؟ اللي هو عملنا ايه؟ ادراك سمع الصوت مين؟ النفس. خلاص؟ طب يلا. حاسس ان في ايه؟ اهتزاز لمين؟ ففي طفل عندك من ضمن اللدغات او الحاجات اللي بيقولوا الشواذ في اللدغات هي ايه؟ صرافه. اسمها ايه يا حبيبي؟ صرافه.